السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب العالمين. جبت لكم كذلك اليوم من بقايا القماش تاع السرابيت وقماش تاع الدراوات. آه، مشروع مربح وكفكرة يعني تحتاجوها في بيوتكم. نحتاج هاد القطعة تاع السربيتة كانت عندي باقية، الطول تاعها والعرض تاعها 33، واللي تحب يعني تكبر تكبر. هاكا ناخذ 2 قطع من القماش وناخذ كذلك لاواط، نديرو لاواط في الأسفل ونديرو فوق هاد القطع، يعني نديرو الظهر تاع القماش على الظهر تاع القماش باش يعني كي نقلبو يجونا نيشان هاكا. عاود نقلبها هاكا ونخيطوها هاكا صاير داير، خيطها هاكا ونخلو يعني مسافة باش نقلبو. خيطها وراح نشوفو هاكا بعد ما خيطتها يعني تشوفي هذوك الكوانات يعني تتقصوا هاكا على شكل مثلث، يعني باش كي تقلبوا تجيكم نيشان. ولا كاين بقايا يعني تاع القماش وتاع لاواط يعني تقصوهم. هاد الفكرة تقدروا ديروها بلاواط، تقدروا ديروها بالبونش كذلك تجي واقفة أحسن أحسن. هاكا قصيت الزوائد هاكا، ومن بعد نقلب حنقلبها دروك. نقلبوها ونخرجوا هذوك القنوتة قاع نخرجوهم. فكرة سهلة وكان مشروع مربح. تخرجوا هذوك الكوانات بعد ما تقلبوا. هاكا من بعد نجو كذلك نعاودو نخيطو هذيك المسافة اللي خليناها، نقلبوها يعني مليح مليح ونعاودو نخيطو فوقها كذلك، نعاودو نخيطوها باش تثبت معانا لاواط مع ونخيطو ثاني كذلك هذيك المسافة اللي خليناها. بعد ما خيطناها هاكا، نتوما يعني اللون اللي تحبوا ديروه يعني من برا، يعني انا بغيت القماش تاع السرابيت يجي برا واللون هذاك الوردي باش يعني كي نقلبو يجينا شباب. نجي هنايا ندي 5 سنتيمتر ونعين، نعاود كذلك من الجهة الثانية ونلاقو بين هذوك النقطتين. نلاقي بيناتهم ونعاود كذلك نخيط فوقهم. هنايا ونعاود ثاني كذلك ندير في الجهة الثانية. نخيطوها هكا بالماكينة ولا تحبوا تخيطوها بيديكم يعني كما بغيتو، يعني خصوصا في هاد نلاقو بين النقطتين كذلك نخيطو. بعد ما خيطها نعاود كذلك نقلبها على الجهة الثانية. هيا هنايا خيطناها، نعاود نقلبها كذلك ونعاود كذلك عينت 5 سنتيمتر نعاود ثاني نخيطهم بهذه الطريقة. وهو الشكل تاعها بعد ما قلبتها. اعتذر راح لي المقطع. بعد ما قلبتها
خيطت هذوك المثلثات، خيطت فوقهم باش يعني يثبتوا كما راكم تشاهدوا. ومن بعد درت لها هذوك القفالي هكا كما راكم تشوفوا عند المثلث، تعاودوا كي تقلبوا تخيطوا. وتقدروا هذه ديروها يعني ديروا فيها المناديل، ديروا فيها كذلك المعجنات، المخبوزات، كل حاجة يعني. ديروا فيها الخبز، ديروا فيها يعني أي حاجة، خصوصا إذا كبرتوها يعني كمشروع مربح. وإن شاء الله يعجبكم، ينال رضاكم، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.